الشيخ محمد أحمد إبراهيم كان محفظ قرآن كريم، كل الناس بتحبه وبتحترمه، واتربى على ايديه ناس كتير. في يوم كان رايح يحفظ ناس القرآن وراكب ورا واحد على الموتوسيكل، فعملوا حادثة كبيرة وتوفاه الله. ساب ابنه عبد الرازق اللي عنده 25 سنة وعنده ضمور في العضلات، وساب زوجته الحاجة هدى الأم المثالية اللي واخدة بالها من عبد الرازق. قصة النهاردة صعبة جدا ومؤثرة للغاية، كملوها ويا رب يا رب تتعاطفوا مع عبد الرازق. أسامة رشدي، محمد عبده عوض، منصور أباظة، أمجد بشري، محمود السعداوي، أحمد علي شحاتة، محمد عبده عوض. كل الناس دي وأكتر دكاترة بيروح لهم عبد الرازق. للأسف المشكلة كبيرة جدا، عبد الرازق محتاج أكتر وأكتر. هو مبسوط إننا معاه النهاردة، واحنا مبسوطين ان حضراتكم شايفينه. قبل ما نبدا اي حاجه هيدعي لكم الاول. عبد الرازق ادعي للناس دي. يا رب كل الناس اللي شايفينك دي مبسوطه منك. انت مبسوط ان احنا معاك؟ انت فرحان؟ هو متفائل بينا ومتفائل بيكم. والدة عبد الرازق ام مثاليه، تعبت معاه كتير جدا جدا جدا، 25 سنة بتعمل اللي هي بتعمله ده. حاجة ازيك؟ كل سنة وانت طيب. انت طيب. انت تعبت يا حاج؟ الحمد لله. ربنا اختار لك كده. الحمد لله. بس انت راضية وقنعة وعارفة ان دي إرادة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. كلميني الأول عن عبد الرازق، ايه اللي عنده وايه تعبه وبقاله كام سنة كده وعنده كام سنة؟ عنده 25 سنة. عنده 25 سنة والله. وبوكله وهو نايم وزي ما انت شايف. هو اتولد كده؟ مولود كده. ما كانش له علاج؟ لا، هو كده اتولد كده، مش كان له علاج ولا حاجة. والد عبد الرازق توفى سنة كام؟ 2015. توفى ازاي ولا ايه اللي حصل؟ كان راكب ولا واحد على المستلك وعمل حادثة وتوفى. قعد أسبوع وتوفى بعد الحادثة. طب انت عايشة انتوا مين هنا؟ انتوا عبد الرازق ومين؟ أنا عبد الرازق وسلاح. دخلكوا ايه يا حاج؟ يعني عايشين ازاي؟ مرتب عبد الرازق ايه؟ انت مرتبك ايه؟ انا عايز الناس تعرف. هو بيقبض 400 جنيه وربنا برضه بيبعت رزق يعني الحمد لله. انا عاجبني قوي الرضا والقناعه اللي انتوا عايشينها. الحمد لله والله يا رب. بس مصاريفه كتير قوي كل شهر. الشغل على 3-4 آلاف كده. الحمد لله. الحاجه لا تجيد فن الكلام، يعني هي ما بتتكلمش كويس، هي بسيطه وواضحه. وعبد الرازق مبسوط اننا هنا ومتفائل ان حضراتكم شايفينه. عبد الرازق انت فاطر ولا صايم؟ فاطر. يعني هو مالي البيت بهجه وسعاده. الروشتات اللي قلتها لحضراتكم دي اقل من اللي هنا بكتير. كمان عبد الرازق عنده مشاكل كتير صحيه، هو عنده ضمور، لكن كمان عنده مشكله في البلع، عنده مشكله في الاسنان، بياكل وهو نايم. هو نايم كده. طب والحمام؟ بدخله الحمام وساعات بعمل له حفاضات. طيب انت قلت لي كمان ان اسنانه تعبان. اسنانه تعبانه خالص. يعني احنا عايزين دكتور اسنان محترم يتبنى حاله عبد الرازق. هو عنده مشاكل صحيه كتير قوي اكتر من الاسنان، لكن لو شفنا الاسنان كمان فيها مشاكل كتير. انا عايز دكاتره الاسنان كمان تهتم بحاله عبد الرازق. ربنا يخليه لك يا حاجه. يا رب يا سيدي. والده كان بيحفظ الناس القرآن؟ كان بحفظهم القرآن. الدنيا صعبة الأيام دي ومع حالة الغلا اللي انتوا عايشينها دي. الحاجة غالية. طيب يعني انت وهو بتفطروا بس مع بعض؟ وإسلام. إسلام عنده كام سنة؟ أصغر منه يعني؟ أصغر منه. إن شاء الله ربنا يكرمك. عبد الرازق هو أكبر واحد. هو عارفك وعارف كل الناس؟ عارف وناصح. وكل حاجة حواليه هو عارف بيها؟ ناصح هو الحمد لله. انت مبسوط؟
مبسوط؟ هنفطر معاك النهارده ماشي؟ ادعي تاني للناس بقى، ادعي للناس. عنده التهابات؟ يعني مشاكل عبد الرازق الصحيه كتير جدا. احنا في قريه الحمر على طريق الخضروه بالظواهريه او بمنشيه ابو عمر. يعني المكان هنا قريه الحمر على طريق الخضروه بالظواهريه او بمنشيه ابو عمر بمحافظه الشرقيه. ربنا يخليهولك ويكرمك، وان شاء الله هيكون سبب دخولك الجنه. يا رب يا سيدي، الحمد لله. ربنا يقويك يا حاجه وربنا يكرمك. واحنا برنامج بنزور الناس ونفطر معاهم، واحنا برنامج مسابقات، يعني بنسال الناس اسئله، اللي بيجاوب علينا بيكسب معانا. ايه رايك نسالك سؤال؟ ماشي عادي، لو كده هرد عليك. طب ولو سؤال صعب؟ حاجه بالظروف مش عارف. طيب انت مسلمه صح؟ الحمد لله. بتصلي؟ الحمد لله. هسالك بس، المغرب كام ركعه؟ المغرب 3. انا عارفك متوتره من الكاميرا. طب والعشاء كام ركعه؟ 4. والظهر كام ركعه؟ 4. طب الفجر كام ركعه؟ 2. 2. انت كسبت معانا. الموضوع مش صعب ابدا، الموضوع سهل. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. انا عارف ان انت خايفه من الكاميرا ومتوتره، بس احنا كلنا معاك. ربنا معاك يا رب. يعني انت معانا كسبت جائزه البرنامج. كل سنه وانت طيبه طيب يا سيدي. ورمضان كريم. اسمحي لي الاول، احنا لو حد عاوز يطمن على عبد الرازق وعاوز يسال عليه هنزل رقم تليفونك، يمكن حد يتصل على عبد الرازق يقول له رمضان كريم، كل سنه وانت طيب. طب لو حد حابب يزوره يشوفه، الناس بتفرح بالناس اللي زي عبد الرازق. ماله يا سيدي، يا مرحبا. هننزل رقم تليفون عبد الرازق على الشريط عند حضراتكم. والدته طيبه جدا، هي مش متكلمه، هي بسيطه جدا. عنوانهم قريه الحمر على طريق الخضروه بالظواهريه منشيه ابو عمر بمركز ومدينه الحسنيه. رقم تليفونها هيكون موجود على الشريط طول وقت الحلقه. عبد الرازق نسمه هوا، والده كان محفظ قران وكريم ومات في حادث. ساب عبد الرازق اللي عنده 25 سنه، اللي محتاج علاج وادويه حفاظات وحاجات 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 كتير حضراتكم ادرى مني بيها. اتمنى يا رب تتواصلوا مع والده عبد الرازق، تتواصلوا مع عبد الرازق، تسالوا عليه، وان شاء الله هنجيله تاني هيكون احسن من كده. كل لحظه وحضراتكم طيبين. بشكر جدا فريق العمل اللي تعب معايا النهارده، وبشكر جدا جدا الدكتور ابو بكر العوضي الراعي الرسمي للبرنامج اللي معانا في كل حاجه. وان شاء الله نشوفكم في حلقه تانيه من خير وبركه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الراعي الرسمي البرنامج خير وبركة مجموعة معامل دكتور أبو بكر العوضي بمركز الحسنية بمحافظة الشرقية. وكل عام وأنتم بخير.